السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين لكل الزملكاوية بتاريخ إنشاء أول وأكبر قلعة رياضية في مصر، وهو نادي الزمالك. النهاردة موافق 5 يناير 1925، عدى على مرور وتأسيس أكبر قلعة رياضية في مصر 114 سنة. نادي الزمالك أنشئ سنة يوم 5 يناير 1911 بمؤسس ومالك، وهو المحامي القدير جورج مصباغ. كتير قوي من الناس كانت تقول لك ان جورج مصباغ ده كان قاضي في المحاكم المختلطة، وكان ناس تانية تقول لك لا ده كان مورد تبع السكة الحديد. لا، هو مش عشان كان محامي خاص لشركة الترام يبقى مورد للمحاكم المختلطة من السكة الحديد. لا، جورج مصباغ مشكورا محامي ليه الفضل على كل الزملكاوية بإنشاء نادي عريق وكبير زي نادي الزمالك يوم 5 يناير 1911. بس قبل ما نتكلم في النقطة دي عايزين نعرف احنا انشأنا ازاي. احنا نادي لينا تاريخ، لينا وثائق، لينا سنة ويوم وتكوين وإنشاء غير أي أندية تانية. نادي الزمالك سنة 5 يناير 1911 كون أول رئاسة برئاسة جورج مصباغ، مصري بلجيكي، من أب بلجيكي وأم مصرية. وعلى فكرة جورج مصباغ اتولد في مصر سنة 1886 وتوفى 1936. جورج مصباغ لما كون نادي الزمالك أو أنشأ نادي الزمالك، قبل ما أقول المجلس بتاعه نعرف إحنا أنشأنا إزاي. جورج مصباغ كان من محامي قدير جدا في المحاكم المختلطة، وكان على علاقة بناس كتيرة قوي. علاقته دي وعلاقاته الزايدة دي وصلت ليه عباس حلمي التاني الخديوي المصري. عباس حلمي التاني دوت من أعظم الخديوي لجيل مصر، أنشأ حاجات كتيرة وإنجازات كتيرة، ولكن هشموه في الدراسة وهشموه في التاريخ، وده ليه قصة تانية هنتكلم فيها. لكن عايزين نوضح إنشاء نادي الزمالك دلوقتي. عباس حلمي الثاني كان من أشد المقربين لجورج مصباغ، ساعدوا على تكوين نادي الزمالك. بس إحنا أنشئنا إزاي؟ نادي الزمالك كان مكانه في مكان كازون المعمورة، وكان أول اسم ليه نادي قصر النيل. جورج مصباغ كان من المحامين المحترمين جدا، اللي عنده جراءة وعنده لباقة وعنده عقلية مش موجودة عند حد. كان أقدم نادي في مصر هو نادي الجزيرة، أنشئ سنة 1857. ده أقدم نادي في مصر أنشئ ساعتها. كان في استحواذ للورد هوب كشتنر. كشتنر دوت كان حاطط يافطة على نادي الجزيرة بممنوع دخول أي جنسية غير الأجانب إلا الإنجليز. ما كانش بيدخل أي جنسية أجنبية، لا يوناني ولا بلجيكي ولا إيطالي ولا أي حاجة إلا الإنجليزي بس. ممنوع دخول النادي إلا للإنجليز فقط. فكان النادي كله إنجليزي، ما كانش فيها أي حد مصري أو من جنسيات مختلفة بيخش النادي. ده أثار غضب جورج مصباغ، لأن كان معزوم قبل كده في حفلة في نادي الجزيرة ومنعوا لودوج شتينر إنه يخش، فصمم إنه يعمل نادي على ضفاف النيل جنب نادي الجزيرة. فهو كان محامي خاص لشركة الترام بمصر. كان المحامي الأول لشركة الترام في مخزن كان اللي هو مكان كازون المعمورة. كان عبارة عن حتة أرض عبارة عن 5 متر في 10 متر، كون منها نادي قصر النيل، وكتب يافطة كبيرة جدا كتب عليها: نادي قصر النيل يرحب بدخول جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية البريطانية. يعني قال إن نادي الزمالك هيدخل كل الجنسيات: مصري، بلجيكي، يوناني، فرنسي، حتى الانجليز هيخشوا. ده للباقة جورج مصباغ. فكان انشاء لينا انشاء وتمليك خاص لجورج مصباغ. جورج مصباغ اشترى حتة الارض دي من شركة الترام، ولكن لما اشتراها كان مشتريها حق انتفاع وليست مالك اصلي. كان واخدها حق انتفاع من شركة الترام، وشركة الترام دي كان ليها مؤسس، يعني ليها ممثل ليها. فلما أنشأنا النادي قصر النيل أنشئ مجلسه
أول مجلس لنادي الزمالك برئاسة المحامي القدير جورج مصباغ، معاه عضوي نوح أمين عبد الله وأحمد محمود عزام، وكان ممثل لشركة الترام آه، اللبناني خوري شرهوب، وكان الممثل عن القصر الخديوي كان الإيطالي باولو ستوبي، وكان نائب الرئيس لجورج مصباغ عالم قدير، عالم الآثار القدير مكتشف مقبرة توت عنخ آمون، وهو هود كارتر. ده كان نائب رئيس نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك كان أول مجلس ليه عبارة عن مالك أصلي بحق انتفاع وهو جورج مصباغ، وكان معاه أعضاء مصريين، وكان معاه أعضاء من المجلس اللي هو ممثل لشركة الترام خوري شرهوب، وممثل للأصل اللي هو باولو ستوبي، وكان النائب العالم الآثار القدير اللي بيشرف كل الزملكاوية هود كارتر مكتشف توت عنخ آمون. ده كان أول تشكيل لرئاسة نادي الزمالك يوم 5 يناير 1911. وعلى فكرة اللورد كوشتنر كان مزعوم جدا وكان مستاء جدا من وضع نادي يجمع جميع اعضاء الجنسيات. كان كل الناس بتخش نادي الزمالك، كان بتحتفل فيه، وكان بيتعمل فيه مراسم جميلة، وكان نادي اجتماعي على اعلى مستوى بسبب محامي قدير مالك ومؤسس وهو جورج مصباغ. جورج مصباغ فضل النادي الزمالك موجود على ضفاف النيل في نادي قصر النيل أول اسم لنادي الزمالك لحد يوم 12/9/1913 بسبب لورد شتونر وعنده إن محدش يبقى جنبه من جميع الجنسيات. ادانا حتة أرض مكان مصلحة الشارع العقاري الرئيسية في الإسعاف ومحكمة دار القضاء العالي. كان نادي الزمالك مساحته عبارة عن مصلحة الشهر العقاري ومحكمة الاستئناف العالي ومحكمة النقد اللي هي في دار القضاء العالي الموجودة في وسط البلد تقاطع 26 يوليو. ده كان تاني مقر لنادي الزمالك. فضل نادي الزمالك موجود في 1913 برئاسة جورج مصباغ والأعضاء اللي أنا لسه قايل عليهم لحد سنة 1917. اضطر جورج مصباغ إن هو يتفرغ للمحاماة، وكان يلقب بالمحامي الأول للمحاكم المختلطة. ومعرفة بس للناس عشان نوضح يعني إيه مختلطة ويعني إيه مختلط. المحاكم المختلطة دي هي اللي بيبقى فيه اتنين بيتخانقوا، واحد مصري وواحد يوناني، أو إنجليزي ويوناني. لو في اتنين مختلفين مصري مع يوناني بيجي قاضي يوناني وقاضي مصري، مصري مع انجليزي بيجي قاضي مصري وقاضي انجليزي، لو انجليزي مع يوناني بيجيبوا قاضي انجليزي وقاضي يوناني. اسمها محاكم مختلطة. فلما كان ملقب بالمحامي الاول للمحاكم المختلطة سمى نادي الزمالك بنادي المختلط. فضل الاسم مدون من 1917 نادي المختلط لحد 1942 بسبب أكبر نتيجة تمت بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي، وهي نتيجة 6-0 في حضور الملك فؤاد. دي ليها قصة تانية. فسمينا باسم فاروق بسبب في حضور الملك فاروق، فسمي باسم الملك فاروق نسبة إلى فرحة الملك فاروق وابتهاجه بإبداع ومتعة لعيبة نادي الزمالك اللي ساعتها قهروا الأهلي 6-0 بقيادة. في فرق بين أول انتصار سنة 42 في منطقة القاهرة غير أكبر انتصار في نهائي كأس مصر 44. ده ليه أحداثه وده ليه أحداثه. بس ساعتها الزمالك كسب 6-0 بقيادة عبد الكريم ساحر الكرة المصرية جايب هاتريك. كان على فكرة ده مش أول هاتريك في لعيب عمل أول هاتريك، كانت في مباراة ودية بين الزمالك والأهلي هنتكلم عليها بعدين. احنا بنتكلم دلوقتي على الإنشاء عشان ما نختارش الأمر ونخش فرعيات. ساعتها كسب الزمالك 6-0 بقيادة عبد الكريم صقر 3 جوان هاتريك، معاه سحيتمي جون ومحمود حافظ جون ومحمد حسن حلمي جون. المشكلة ان احنا لقبنا ساعتها بفرحة من الملك فاروق ولقبنا بنادي فاروق. وعلى فكرة اتعمل لنا تيشيرت مكتوب عليه فاروق وهنزل الصورة دي دلوقتي. كان فانلة عبارة عن بيضة بخطين حمر اتعملت من 1931. استمرينا في موضوع 1931 دي
بيضة بخطين حمر. وعلى فكرة كنا بثلاث خطوط مش بخطين بس، وهنزل برضك صورة تثبت الكلام ده سنة 31. أنا بتكلم إن إحنا ركبنا بالنادي فاروق، يعني أول اسم النادي الزمالك في إنشائه سنة يوم 5 يناير 1911 باسم نادي قصر النيل، وركبنا باسم النادي المختلط سنة بالظبط يوم 17/3/1917 بالنادي المختلط، لحد سنة 42 في مباراة الأهلي والزمالك أصدر قرار ملكي عن طريق إسماعيل باشا شيرين من أسرة محمد علي إنه يصدر قرار ومرسوم بإن نادي الزمالك اللي هو المختلط يسمى باسم نادي فاروق الرياضي، وتم عن طريقه أول نادي يلقب باسم ملكي نادي الزمالك عن طريق إسماعيل باشا شيرين أصدر مرسومه وصدر بيه عن طريق حيدر باشا، وسمينا بنادي فاروق سنة 42 لحد سنة 52 لما قامت الثورة. تغير اسم الزمالك لآخر مرة والرابع مرة ولقب بنادي الزمالك. نادي الزمالك سمي بنادي الزمالك بسبب اختيار القائد العظيم جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر لقبوا باسم نادي الزمالك لسبب ان كان اشهر وانظف منطقة في مصر هي منطقة الزمالك، فسمينا بنادي الزمالك نسبة إلى منطقة الزمالك اللي موجودة في الجزيرة اللي هو على ضفاف النيل. وعلى فكرة موضوع ضفاف النيل ده محمد حيدر باشا سنة 23 اتخانق مع حسين سري رئيس الوزراء بسبب انه كان عايز ينقل نادي الزمالك من مسرح البالون الى شارع الهرم، وصمم انه ما يتنقلش وفضلنا في مسرح البالون. فاحنا كده اتكلمنا على انشاء نادي الزمالك بأول رئيس وأول مالك وهو جورج مصباغ سنة 1911 5 يناير 1911 لحد 1917. في 1917 اتسمينا بنادي المختلط برئاسة خوان دون بيانك مع جميع أعضائه من بلجيكا وفرنسا. في اللحظة دي كانت أعضاء نادي الزمالك من 1917 1920 جميعها من الأجانب. في اللحظة دي كانت الأجانب مستحوذة على نادي الزمالك وعلى خير نادي الزمالك، حتى البطولات هنتكلم عليها بس بعد الإنشاء. أنا الحلقة دي عاملها للإنشاء، الحلقة التانية إن شاء الله هعملها لأول بطولة وهبتدي أتكلم على تاريخ نادي الزمالك في بطولاته. لكن احنا دلوقتي بنتكلم على الإنشاء وعلى الرؤساء لنادي الزمالك نسبة للنهاردة 5 يناير 1925 ابتهاجا بمرور 114 سنة على إنشاء أكبر قلعة رياضية في مصر. فسنة 1917 تم انتخاب خوان دون بيانك، ده على فكرة فرنسي الجنسية، وكان معاه جميع الأعضاء من بلجيكا. لحد سنة 1920 أثار إبراهيم علام جنينة ومحمد المهندس محمد بدر حافظت إن المصريين ما لهمش حق في نادي الزمالك إن يستحوذوا الأجانب عليها، فقاموا بتمصير نادي الزمالك بثورة تمصيرية واستدعاء وزير الداخلية واستدعاء رئيس الاتحاد المصري في ذلك الوقت كان محمد حيدر باشا، وكان وزير الدفاع. أصدروا ليه مرسوم أو مذكرة بأن إخوان دون بيانك بقاله 3 سنين في رئاسة دون اجتماع جمعية عمومية لأعضاء نادي الزمالك أو وجود دفاتر تثبت ما دخل وما خرج من نادي الزمالك، وبناء عليه منعوا المجلس بأكمله من دخول نادي الزمالك، لدرجة إن إبراهيم علام جنينة ومهندس محمد بدر استعانوا بفتوات من شارع بولاق ومنعوا دخول هذا المجلس لمدة 3 أيام. وناس بتقول 3 شهور، بس أنا بقول 3 أيام، إن مش هيقعدوا 3 شهور يحموا النادي. فبناء عليه خضع إبراهيم علام جنينة إنه يسلم النادي لدون بيانك في وجود الشرطة المصرية ووزير الحربية محمد حيدر باشا، وإنشاء أول انتخاب لمجلس نادي الزمالك في سنة 1920 بانتخاب أول مجلس لنادي الزمالك برئاسة محمد بدر المهندس محمد بدر أول رئيس مصري لنادي الزمالك سنة 1920، معاه المهندس مصطفى حسن كنائب، وأمين صندوق أول أمين صندوق كان إبراهيم علام جنينة، معاه الأستاذ حسين فوزي وعبد الجبلاوي
وأحمد خلوصي. التلاتة دول كانوا أعضاء مجلس الزمالك، أول مجلس رئاسي مجتمع بمصري ما عدا فرنسي كان مؤيد التمثيل ده، وهو نيكولا الجاني. نيكولا الجاني ده كان فرنسي من المجلس القديم مع دون بيانك، ولكن كان رافض لكل تصرفات المجلس، فبناء عليه محمد بدر ضمه ليه في المجلس المصري. الأجنبي الوحيد اللي كان في أول مجلس لنادي الزمالك مصري وهو نيكولا إرجاني. نيكولا إرجاني ده فرنسي الجنسية ومن جنسية ديبيانك، ولكن كان رافض تام لكل تصرفات ديبيانك. ده كان أول رئاسة لنادي الزمالك زي ما احنا قلنا تكوينها من محمد بدر ومصطفى حسن نائب، وأمين صندوق إبراهيم علام، ونيكولا نيكولا إرجاني، وحسين فوزي وعبده الجبلاوي. المجلس ده استمر لحد 1923. ليه؟ بسبب ان ديبيانك عمل مشاكل تاني واثار استحياء المصريين واعضاء مجلس الزمالك، لدرجه انه استدعوا جورج مسباغ لانهاء الموقف تماما. رجع جورج مسباغ من بلجيكا، تنازل تام لمحمد حيدر باشا رئيس الاتحاد المصري ورئيس وزير الحربية في ذلك الوقت، عن نادي الزمالك أن يكون تابع للحكومة المصرية بإنشاء مصري، ورفض حدة أن هو يكون المالك ليه، وبسببه تم التنازل عن حق انتفاع جورج مسباغ عن ذلك النادي، وهو كان مؤسس ومالك انتفاع بحق انتفاع بعقد حق انتفاع بشركة الترام ساعتها. في اللحظة دي تنازل لمحمد حيدر باشا وطلب بتكوين مجلس إدارة جديد، كان ساعتها رئيسه محمد حيدر باشا. محمد حيدر باشا أطول رئيس نادي استمر في نادي الزمالك، استمر 3 عقود 30 سنة من 1923 ل 1952. ده كان أول إنشاء لنادي الزمالك زي ما لسه قايل، عبارة عن القدير والشريف وصاحب الفضل على كل الزملكاوية المحامي القدير جورج مسباغ، ثم جاء من بعده خوان ديمبيانك، ثم جاء من بعده أول رئيس نادي مصري بمجلس إدارة بالكامل مصري ما عدا نيكولا إرجاني. ده ثالث مجلس لنادي الزمالك حتى ما جاء مجلس محمد حيدر باشا رئيس الاتحاد المصري ووزير الحربية، وكان رئيس نادي الزمالك في ذلك الوقت. وعلى فكرة محمد حيدر باشا كان رئيس الاتحاد المصري لحد سنة 43، وساب الاتحاد المجلس لوزير الداخلية ورئيس الاتحاد المصري فؤاد سراج الدين لمدة سنتين لحد سنة 45 بسبب تصرفات فؤاد سراج الدين، هنشرحها لما تيجي ساعتها. احنا وصلنا لحد سنة 1952، سواء كان بإنشاء أو كان بمجالس أو كان بأسامي للنادي لينا. يعني احنا قلنا المجالس لسه قايلينها دلوقتي: بكاتي القدير جورج مسباغ، وإخوان ديبيانك، محمد بدر، محمد حيدر باشا سنة 52. قلنا إن نادي الزمالك سمي 4 مرات. أول اسم ليه كان نادي قصر النيل لحد سنة 1913، اتنقل لدار القضاء العالي من نادي قصر النيل على ضفاف النيل لحد سنة 1917 لقب بنادي المختلط. استمر الاسم معاه لسنة 42 لحد مباراة الزمالك والأهلي الشهيرة بأكبر فوز في منطقة القاهرة 6-0. تم منح نادي الزمالك لقب نادي فاروق الرياضي سنة 1942 حتى تم تغييره انتسابا لمنطقة الزمالك الشهيرة لنادي الزمالك عن طريق اختياره من قائد جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر اسم نادي الزمالك لحد الآن من 1952. يبقى احنا كده اتكلمنا عن النشأة، عن المجالس، عن الانتقالات والأماكن. عايز أقول لكم قبل ما أختم موضوع الإنشاء والمجالس أسامي أول فريق لنادي الزمالك. نادي الزمالك اتعمل ليه أول فريق ليه من لعيبة كدار ومحترمين جدا، وقدروا إن هم يهزموا ويرقبوا بقهر الأجانب، وهو عبارة عن
كون مين؟ أول واحد كان أحمد أدري، معاه توفيق عبد الله، أول وأشهر وأقدر لاعب احترف بره. توفيق عبد الله على فكرة كان كابتن ومدرب منتخب مصر في كأس العالم 1934. أحمد أدري، توفيق عبد الله، فؤاد جميل، إبراهيم يكن، أحمد سحيتي، أحمد خلوصي، حسين فوزي، عبدو جبلاوي. اللعيبه دي شكلوا اول، كان على فكره انضمهم حسين حجازي 1918 بعد ما ساب نادي الاهلي انه ما خدش ولا بطوله، وكان الزمالك في ازدهار جامد. انضم لينا سنه 1918، فده كان اول فريق واول جيل لنادي الزمالك. سعدت بيكم في اول حلقه، واتمنى ان يكون في متابعه. تقدر تشترك في البرنامج في القناه، تقدر تشير لجميع اصدقائك. احنا النهارده قلنا نبذه صغيره قوي عن تاريخ نادي الزمالك في الانشاء. بكره الحلقه الجايه هنتكلم على اول بطوله لنادي الزمالك، امتى خدنا اول بطوله وديه واول بطوله رسميه، وامتى اول لاعب جاب جون لينا، اول لاعب جاب هاتريك لينا، الزمالك خد بطولات قد ايه، الزمالك شكل امتى. الكلام ده كله هيتقال الحلقة الجاية. واهم من الموضوع ان في الحلقة الجاية هنقول سبب ليه لقبنا بنادي مدرسة الفن والهندسة. نادي الزمالك ده مدرسة لعب وفن وهندسة. هنقول ليه لقبنا بكده، ومين سبب ان احنا لقبنا بمدرسة الفن والهندسة. وعلى فكرة، من قال هذه العبارة أو سبب إنشائها كان لاعب النادي الأهلي ومؤسس الكرة المصرية حسين حجازي. دي قصة هنحكيها الحلقة الجاية. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتشيروا، وسعدت بيكم، وإلى اللقاء للحلقة القادمة.